اللي هيجيب لنا الديب من ديله. بعدين احنا ليه دايما الاهلي يتعادل؟ مش نتعادل زيه مثلا ونبقى ند بند وراس براس ونبقى زيه، واحنا هو الاول واحنا الاول وفرق اهداف والكلام ده كله. لا، هو يتعادل احنا نخسر، يعني هو يكسب احنا نتعادل، هو يكسب 3 احنا نكسب 4، يعني هو مكسب برضه، يعني 3 بونت 3 بونت. بس ليه؟ يعني ليه احنا، يعني احنا ما بننافسش على الدوري؟ هو احنا اساسا لعيبه الزمالك هي حافظه ان الاهلي هو اللي بياخد الدوري. احنا بتوع المركز الثاني، احنا بتوع بيراميدز، هنبص على بيراميدز بقى عنده كام نقطه واحنا نعديه. اه نعدي، لكن ناخد الدوري دي عقبال ما يجي لهم فكر ان الدوري ده للجميع، واللي هيلعب ويكسب هياخد الدوري، يكون مثلا عدى 10 سنين من عمرنا واحنا قاعدين نشجع. واحنا اصلا بنروح نشجع مش عشان ناخد مش عشان ناخد الدوري، احنا بنروح نشجع عشان الزمالك يفضل في المركز الثاني. مش فاهم انا اللعيبه دي عندها استهتار غير عادي، استهتار رهيب. انا مش فاهم، يعني الاهلي بيتعادل لك، الاهلي في اسوأ مستوياته في اسوأ حالاته، ومش هتلاقيه كده تاني. يعني انت لو عديت مثلا 3 4 ماتشات كمان، يعني 5 ماتشات كمان، الاهلي هتلاقيه بيكسب 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 اهو. هتلاقي الفارق بقى، انت ما انت قاعد بتتعادل وبتخسر اهو من الفرق التعبانه، هتلاقي الفارق بقى 16 17 بونت مره واحده. ليه؟ خلاص هو وقت الجد بيبقى عارف. وقت اما مثلا الزمالك بيقع بيروح هو طاير، بيراميدز بيقع بيروح هو طاير. طب ليه احنا ما نعملش كده يعني؟